السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب. حلقه النهارده من كتابه الكاتبه نورهان محمد، احب اشكرها جدا، ومن اعداد اسماعيل هشام، شكرا ليه. ما تنساش بقى تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقبل بقى ما تبدا كده في الحلقه، لايك جميل ويلا بينا. صحيح، حابب ارحب بكل الناس اللي بقت معانا جديد في القناه، شكرا ليكم وشكرا على دعمكم وتفاعلكم. وبس كده، يلا بينا بقى نخش في حلقة النهاردة. ندهت بصوت عالي على أمين الشرطة اللي كان واقف بره مكتبي. فرج، يا فرج! في لحظات الباب اتفتح ودخل وهو بيقدم التحية العسكرية. دخل المتهم حالا. دقايق ورجع فرج ماسك في ايده المتهم. هزيت له راسي بإشارة معناها انه يسيب المتهم ويخرج، وفعلا قرب المتهم قدامي، بعدها استأذن وخرج. بعد خروج فرج بصيت ناحية المتهم اللي كان واقف بمنتهى الثبات بدون ما يظهر عليه أي علامات للتوتر. ودي حاجة غريبة على واحد قاتل، ومش أي قاتل، ده قتل 18 شخص بدم بارد. فضلت اللحظات أبص ناحيته وأركز على نظراته، وبكل هدوء طلعت علبة السجاير اللي كانت معايا وطلعت منها سجارة ولعتها، ورجعت ظهري لورا وقلت له: احكي لي بقى، ايه اللي عندك؟ بهدوء كده فهمني اسباب للي عملته ده، وعملت كده ازاي برضو. ابتسم بخبث وبدأ يحكي ازاي نفذ جريمته. انا يزن سيف الدين، عندي 34 سنة، ضابط في اسم تبع محافظة الأقصر، متجوز وعندي بنتين. الحكاية بتبدأ لما كنت بدور على شقة واسعة وفي نفس الوقت تكون قريبة من الاسم اللي أنا شغال فيه، لحد ما كنت بقلب في الفيسبوك وقريت إعلان لشقة معروضة للبيع. الشقة كانت فيها كل المميزات اللي كنت بدور عليها. اتصلت برقم صاحب الشقة اللي كان موجود في البوست واتكلمنا، وفي نهاية المكالمة اتفقنا ان احنا هنتقابل في الشقة نفسها ومنها برضو اشوفها. وبعد كام يوم رحت على العنوان، وقفت قصاد شقة كانت في الدور الارضي وخبطت على الباب، لحد ما فتح الباب شاب في اول التلاتينات، واضح انه صاحب الشقة. مد ايده وهو بيرحب بيا وقال: اهلا اهلا بحضرتك، انا شهاب حسان. كمل كلامه والترحيب بيا وهو بيشاور لي ادخل الشقة. دخلت وبدأت اتفرج على الشقة ومساحتها، لحد ما وصلت الأوضة كانت زيادة في الشقة. لاحظت إن بلاطها معمول جديد، غير إن في كام بلاطة مش مظبوطين. والأغرب من كل ده، برغم إن الأوضة فاضية وما فيهاش أي عفش، بس شميت جواها ريحة غريبة. ريحة لما ركزت فيها أكتر اترعبت. كانت ريحة عفونة، أقرب لريحة الجثث اللي بدأت تتعفن. ريحة الجثث مميزة ومعروفة لأي حد، حتى لو ما كانتش واضحة بالقدر الكافي، بس بالنسبة لواحد زيي مش صعب عليا أكيد حاجة زي دي. وده لأن أغلب القضايا اللي بتجيلي بتكون قضايا قتل، فكنت متعود عليها. في الوقت ده لمحت التوتر على ملامح شهاب، وده من بعد ما لاحظ تركيزي في الأوضة ووقوفي جواها فترة، وده كان مبرر قوي ساعدني أسأله. الأوضة جميلة أوي وواضح إنها مدهونة جديد، وحتى بلاطها كمان جديد، بس مش فاهم ليه يعني الكام بلاطة دول مش ظابطهم كويس. هو مبلط السيراميك ما كانش شاطر ولا ايه؟ ابتسمت بطريقة لطيفة عشان اعرف اوصل للاجابات بتاعت الاسئلة اللي في دماغي، وكملت كلامي. شكله فعلا ما كانش متمكن من شغله، حتى النقاشة اللي موجودة في الأوضة ما اتعملتش بشكل كويس. واضح انك ما بتعرفش بقى تختار اي صناعية. وغير كده في ريحة غريبة قوي من ساعة ما دخلت الأوضة. هي ايه الريحة دي؟ بصلي بعيون مليانة قلق وتوتر، وكمان كان واضح عليه الارتباك، لكن هو بيحاول يداريها. بان ان هو بيرسم ابتسامة على وشه، وقعد يتهته شوية بالكلام كده، ويجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، بيقول اي حاجة بعيد عن السؤال الاساسي. هو مش فاهم انه باللي قاله ده اثبت شكي. اكيد في حاجة مش تمام في الأوضة دي.
وقتها جه في دماغي فكرة. رحت ناحية باب الأوضة ورحت على المطبخ. كان موجود معالق وسكاكين تقريبا يعني يخصوا العمال. خدت سكينة ورجعت الأوضة. كان شهاب واقف مكانه ومتابعني. اتفاجئ بالسكينة اللي ماسكها فقال بخوف: حضرتك جايب السكينة دي ليه؟ هتعمل بيها ايه؟ رديت عليه وانا بنزل بركبتي ناحية الكام بلاطة اللي مش مظبوطين: هتعرف دلوقتي انا هعمل ايه. ارتبك شهاب وقرب مني بخطوة سريعة. كان هدفه يمنعني من اللي هعمله، بس انا ما اديتوش فرصة لما عرفته باسمي ومهنتي. التوتر والقلق زاد قوي عنده وقلت له: انا عايز اعرف مصدر الريحة دي ايه، لان انا شاكك في حاجة وهتأكد منها حالا. رجع لورا كام خطوة وثبت مكانه. بدأت اشيل البلاط وكل ما كنت بحفر كانت الريحة بتزيد، لحد ما ظهر من تحت الرمل قميص. كملت في الحفر وفجأة ظهرت ايد بني ادم. كملت لحد ما طلعت الجثة. كانت لشاب عمره في نفس عمر شهاب. الجثة كان عليها زيت، بس ده ما منعش ظهور ريحتها. لفيت وشي ناحية شهاب اللي كان واقف مكانه على ملامحه علامات تفاجؤ واندهاش، ثابت ومش عارف يتحرك. قمت من على الأرض، طلعت الموبايل من جيبي وضغطت اتصال باسم الشرطة اللي أنا بشتغل فيه: ابعتولي قوة حالا على العنوان ده. واديتهم عنوان الشقة. في خلال نص ساعة وصلت قوة كاملة من اسم الشرطة بعد ما خرجوا الجثة من مكانها. اتكلم أمين شرطة من اللي كانوا واقفين وهو حاطط منديل على مناخيره: الريحة هنا صعبة جدا يا باشا، المفروض إننا خرجنا الجثة بس الريحة زادت ما قلتش. فضل يكح من شدة الريحة اللي كانت قوية جدا. فقلت لأفراد الأمن اللي كانوا بيردموا مكان الجثة: بقول لكم إيه، شيلولي كل البلاط ده. وبدأوا فعلا ونفذوا اللي طلبته وسط الريحة البشعة اللي انتشرت بقوة. وهنا كانت المفاجأة: مع الحفر خرجوا من تحت البلاط 20 جثة مقتولين بطرق مختلفة. في منهم اللي مات بسبب خبطة قوية في الراس وراسه كانت مهشمة، ده غير آثار التعذيب اللي كانت واضحة على أجساد الجثث اللي كانوا من الجنسين، ستات ورجالة. وفي ناس صدرها كان مشقوق بالسكينة لحد آخر بطنهم وجسمهم متغطي بزيت على عمق أكبر، بعكس جثة أول شاب خرجته. بصيت لشهاب اللي كان واقف جنبه 2 من أفراد الأمن وقلت لهم: هاتوا على العربية. واحنا في الطريق للقسم رن تليفوني، وكان اتصال منها مراتي اللي قالت بعد ما رديت عليها: فينك يا حبيبي؟ يعني ما كلمتنيش ولا طمنتني عملت ايه في موضوع الشقة؟ الشقة مش حلوة ومش مريحة، سيبك منها، هشوف شقة احسن منها. اقتنعت بكلامي ووافقت على اللي قلته. قفلت معاها المكالمة بعد ما فهمتها ان عندي شغل. بعد دقايق وصلنا قصاد القسم. نزلت من العربية واتجهت مباشرة ناحية مكتبي. من بعد دخولي طلبت منهم يجيبوا شهاب اللي بدأت معاه الحوار المعتاد بالنسبة لي مع أي حد مشتبه في جريمة قتل. احكيلي بقى يا شهاب، ايه اللي كان موجود جوه شقتك ده؟ كان باصص في الأرض وساكت، متوتر وعمال يفرك ايده في بعضها. كررت عليه كلامي وقلت له: بص يا شاب، كده كده الجريمة لابساك، فاتكلم أحسن. رفع وشه ليا واتكلم بصوت مهزوز: أنا معرفش حاجة عن الجثث اللي لقيتوها، بس أنا عارف مين السبب في موت حسام. حسام ده يبقى أول جثة طلعناها. هزيت راسي بمعنى إن هو كمل كلامه وقال: كنا شلة في كلية حقوق، كلنا مع بعض طول الوقت، حتى بعد ما خلصنا دراستنا واتخرجنا محدش فينا افترق عن التاني. كان في واحد من اصحابنا خطب، فعرضت عليهم انهم يجوا الشقة بتاعتي ونحتفل هناك، وكان من ضمنهم حسام. الليلة كانت ماشية كويس، كنا نهزر ونضحك لحد ما في واحد من اصحابنا اسمه كريم الشيمي طلع حاجة وبدأ يفرقها علينا. سكت شهاب ورجع يبص للأرض لحظات ورجع يكمل: كان كيس هيروين لف علينا وهو بيدينا من الكيس اللي معاه، بس انا مرضيتش اخد حاجة لحد ما جه دور حسام، وفضل كريم يزن عليه عشان يجرب، وفي الاخر حسام موافق.
بس خد كمية كبيرة، ودي كانت أول مرة فما استحملش. حسام بدأ يدروخ وبشرته بدأت تتغير، وفجأة مع كل ده وقع على الأرض. كنت بصرخ فيهم وبقول لهم يلحقوا حسام. كلنا اترعبنا وبالذات كريم، لأن هو اللي صمم إنه ياخد من الكيس. كلهم سكتوا بسبب التوتر. اتكلمت معاهم وقلت لهم انتوا هتفضلوا ساكتين لحد ما يموت؟ يلا نوديه على أي مستشفى. كريم ساعتها رد عليا وقال لي انت اتجننت، مستشفى ايه وزفت ايه عشان نتلطف في مصيبة؟ عاوز توديه روح وديه لوحدك، هو اصلا شكله مات. بصيت على باقي صحابنا، كانت نظراتهم كلهم بيتفقوا مع كلام كريم، وطبعا لو وديته لوحدي فعلا هلبسها انا وهدخل في سين وجيم، ويا عالم هيحصل معايا ايه. بعد شوية صمت اتكلم كريم وقال احسن حل اننا نشيل كام بلاطة وندفنه تحته، وقبل ما ندفنه نغطي جسمه بالزيت عشان الريحة. ووافقنا على اقتراح، بس ما حطيناش كمية كفاية من الزيت. بعد ما خلص شهاب انفجر في العياط وهو بيقول والله العظيم كنت عاوز الحقه، كنت حاسس ان لسه فيه الروح، لولاش بس كريم وصحابي هم السبب، منهم لله. بدأ يهدى شوية وبعدها قال بعد ما دفناه تحت بلاط الأوضة عرض عليا كريم ان ابيع الشقة عشان لو الموضوع اتكشف اكون انا في السليم والشخص اللي يشتريها هو اللي يلبس. طيب وايه حوار باقي الجثث؟ معرفش مين دول، انا كل اللي اعرفه قلته لحضرتك والله. وبعدين الشقة دي انا ما كنتش قافلها، في اكتر من حد جه واجروها مني. ولعت سجارة تانية وحاولت اجريه في كلامه، فقلت له ماشي يا شاب، نفترض ان اللي قلته هو اللي حصل، تفتكر بقى مين اللي دفن باقي الجثث تحت بلاط شقتك؟ معرفش يا فندم، معرفش مين اللي عمل العملة دي. بص يا شاب، انت المسؤول قصادي عن الجريمة دي لانها في شقتك، ومفيش اي دليل بيقول انك مالكش يد فيها. فرج، تعال خده وديه زنزانة، يمكن يرجع لعقله ويجي يقول كلام موزون. وبلغ حضرة الضابط وليد اني عاوزه، خليه يجيلي حالا. تمام يا باشا، يلا يا ابني. دقايق ودخل وليد، شاورت له يقعد. بعدها جثة الشاب اللي لقيناها النهاردة هي نفسها الشاب اللي متبلغ عن اختفائه من اسبوع، مش كده؟ رد عليا وهو بيهز راسه تأكيد على كلامي. تمام، اتصل على اهله وبلغهم يجوا يتأكدوا من الجثة، وعاوز كمان يتعمل تحليل مخدرات للشاب. يلا اتفضل. بعد ما خرج اخدت معايا كام عسكري ورحت على بيت كريم. وصلنا وبعد كام خبط على الباب ابوه فتح، كان مستغرب ولسه هيسأل عن سبب وجودنا. جه كريم من وراه وقال بلهفة خير يا باشا، في حاجة؟ بصيت لكريم وقلت له انت متهم في جريمة قتل. كان واقف مصدوم من اللي بقوله، اما ابوه فما كانش فاهم حاجة، فقال قتل مين وتعاطي ايه اللي قتل مين؟ ايه قتل مين يا باشا اللي بتتكلم عنهم حضرتك؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ هاتوه. بعد ما وصلنا القسم دخلت مكتبي وورايا العساكر ماسكين كريم، وبعد ما خرجوا العساكر من الأوضة بصيت ناحية كريم اللي كانت حالته ما تقلش قلق وتوتر عن صاحبه شهاب. علامات الخوف واضحة عليه، العرق مغرق كفوف ايده وهو بيفركهم في بعض. فبدأت الكلام معاه وقلت له تقريبا انت سمعت اللي قلته واللي عندي، عاوزك انت بقى تتكلم وتسمعني اللي عندك. رفع وشه ببطء وبصلي وقال ما عنديش حاجة اقولها لحضرتك. بص يا كريم، شهاب كان عندي واقف في نفس مكانك واعترف عليك انت واصحابك بكل حاجة حصلت في الليلة اياها، فاكرها اكيد. فمن غير لف ولا دوران احكي انت كمان وقول اللي حصل،
بما فيهم مين اللي اداك الهيروين. توتر كريم من طريقة كلامي فقال كل اللي حصل في اليوم ده، وكانت أقواله مطابقة تماما مع أقوال شهاب. بعد ما خلص سألته نفس السؤال. مصدقك في كل اللي قلته، بس برضه ما وصلناش لسبب وجود 20 جثة، مين اللي دفنهم في شقة شهاب؟ كان رد فعله نفس رد فعل شهاب، باين عليه الاستغراب من كلامي، وفضل يقول نفس اللي قاله شهاب، إن هو كمان ما يعرفش حاجة عنه. ندهت على فرج عشان يدخله الحجز، وأنا اشتغلت على شوية أوراق، وأول لما خلصتهم بصيت للساعة لقيت إن الوقت اتأخر، فخرجت من القسم وركبت العربية وروحت على البيت. أول ما فتحت الباب كالعادة لقيت بناتي بيجروا عليا وبيحضنوني، ولقيت نهى خارجة من الأوضة بتاعتنا وبتسألني عن اللي حصل. بصيت ليها وأنا متجاهل كلامها عن القضية وبقول: إيه اللي مصحي البنات لحد دلوقتي يا نهى؟ ما ريتيوش يناموا قبل ما يشوفوك؟ ما قلتليش بقى إيه اللي حصل؟ نهى، أنا حقيقي تعبان دلوقتي ومش قادر أتكلم، عاوز أرتاح. هزت راسها بتفاهم وأخدت البنات عشان يناموا. بعدها حضرت العشاء وما فتحتش موضوع القضية، مع إني كنت تعبان بس معرفتش أنام. كنت بحاول أربط أي حاجة ببعضها، بس النتيجة إني حتى ما وصلتش لأول الخيط اللي ممكن يوصلني للقاتل. نمت وصحيت في ميعاد الشغل، لقيت نهى بتحضر الفطار والبنات كانوا راحوا المدرسة. حاولت نهى على الفطار تلمح إنها لسه عايزة تعرف تفاصيل أكتر عن القضية، بس أنا تجاهلت كل كلامها ودخلت اتجهزت ونزلت على القسم. لما دخلت المكتب لقيت التحليل اللي قلت لوليد يعمله لشهاب، فتحته وقريته. فعلا كان فعلا شهاب ما بيتعطاش حاجة. سبت التحليل على المكتب بعد ما لقيت وليد بيخبط على الباب وبيستأذن للدخول. قلت له يدخل، وأول ما دخل قال: باشا صباح الفل، احنا جبنا الديلر اللي كان بيبيع لكريم وهو دلوقتي في الحجز. تمام يا وليد، تقدر تخرج انت دلوقتي. بعد ما وليد خرج ولقيت فرج داخل وقال ان في حد من سكان العمارة عايز يقابلني، واسمه محمود سعد. لما فرج قال كده اول حاجة جت في بالي ان اكيد الساكن ده عارف معلومة مهمة، حتى لو ما كانتش المعلومة دي هي اللي قاتل مين، بس على الاقل هتوصلني لطرف الخيط. قلت لفرج يدخله ويخرج هو. بعد دقايق دخل شخص في اواخر الاربعينات، قلت له يقعد، واول ما قعد قلت له: خير يا استاذ محمود، ايه سبب المقابله دي؟ بص يا فندم، انا هدخل في الموضوع على طول. شهاب في مره اجر الشقه لشاب في الثلاثينات تقريبا، وكان اسمه... سكت محمود شويه وهو بيحاول يسترجع ذاكرته لحد ما رفع وشه ليا وقال: افتكرت اسمه علي حسين. في يوم العماره كلها صحيت على صوت ست بتصرخ، وكان جاي من الشقه اللي فيها علي. كل السكان نزلوا الشقة وفضلوا يخبطوا لحد ما علي فتح وبيحاول يمثل انه محرج من صوت التلفزيون العالي، وقال ساعتها انه كان مشغل فيلم رعب. كل السكان صدقوا، حتى انا صدقت، لحد ما المولد اللي كان شغال على الشقة انفض. رجع كل واحد لشقته والدنيا كانت هادية لحد ما عدى 3 ساعات او 4 تقريبا، ولقيت صوت طالع من شقته لأن كنت في الدور اللي فيه شقة شهاب. قربت من الشباك وبدأت أسمع صوت مراته كانت بتعيط وتقول له: والنبي يا علي، عيالي يا علي، ملهمش غيري يا علي. وفضلت تكرر الجملة دي لحد ما سمعت صوت خبطة قوية. بعدها ما سمعتش صوت علي ولا حتى صوت مراته. كل اللي أنا كنت بسمعه أصوات تشبه لصوت الحفر. بعدها بتاني يوم لقينا علي ساب الشقة ومشي. انت متأكد من الكلام ده؟ متأكد طبعا، متأكد زي ما انا متأكد اني قاعد قدام حضرتك دلوقتي. اول ما خلص الجملة دي افتكرت ان في جثة من الجثث اللي احنا خرجناها كانت لست، وكان سبب الوفاة خبطة قوية على راسها ادت لوفاتها فورا. سبت محمود في المكتب وطلعت امر ضبط واحضار لعلي، وبعد ما عرفنا مكان بيته اخدت معايا كام عسكري وطلعنا على العنوان. وصلنا البيت وخبطنا على الباب، واللي فتح كانت الشغالة. اول ما فتحت سألتها عن علي، قالت انه في اوضة المكتب. زقتها وطلعت على الأوضة
دخلت عليه الأوضة وكان مستغرب، بس أنا قلت له: أستاذ علي؟ أيوة يا فندم. أنت متهم بقتل مراتك نوال بهاء. أول ما سمع الجملة دي بان على وشه علامات الصدمة. بصيت للعساكر وأنا بقول لهم: هاتوه. ركبنا العربية واتحركنا على القسم. دخلت قعدت على المكتب ومسكت راسي من الصداع اللي كان هيفرتكها. رحت على فرج وقلت له: دخلي علي يا ابني وهاتلي فنجان قهوة. شوية ولقيت فرج بيخبط على الباب وبيدخلي علي ومعاه فنجان القهوة. علي اللي كان واقف بكل ثبات وكأنه مش جاي في جريمة قتل. قلت لفرج يخرج، وبمجرد ما خرج بصيت لعلي وانا بقول له: قتلت مراتك ليه يا علي؟ كانت بتخن. تمام، عندك دليل على الكلام ده؟ طريقتها الغريبة الفترة الأخيرة، كل ما تشوفني تخبي تليفونها بسرعة. ساعات كتير كانت بتتكلم وصوتها بيكون واطي، كأنها بتوشوش اللي بتكلمه. لحد ما مرة سمعتها بتكلم حد وبتتفق معاه انها هتقابله، وكانت بتقوله على المكان والميعاد اللي هيتقابلوا فيه. استنيت الميعاد اللي قالت عليه لحد ما جه. قبل ما تخرج قربت مني وقالت لي: انا خارجة شوية اقابل واحدة صاحبتي. استنيتها تخرج وخرجت وراها من غير ما تحس. راحت على المكان وقابلت راجل غريب كنت اول مرة اشوفه. فضلت ادور وراها وراقبها لحد ما عرفت انها ناوية تتطلق مني وتتجوزه. ولما واجهتها قالت نفس الكلام، وبعد كل ده بتسألني قتلتها ليه؟ طب والشخص اللي خانتك معاه قتلته هو كمان؟ للأسف لا، اختفى ومعرفتش اوصله. ناديت على فرج وقلت له ياخد علي. بصيت في الساعة لقيت ان في لسه كام ساعة كده واروح. مكنتش قادر اكملهم فاستأذنت ومشيت. نهى كانت مستغربة من رجوعي بدري، بس قلت لها اني تعبان وهدخل انام، ولو حصل ايه مش عايز اي حد يصحيني. دخلت اخدت دش سريع ورميت نفسي على السرير. اول ما راسي لمست المخدة رحت في النوم. صحيت بعد كام ساعة لقيت نهى بتحضر في العشاء والبنات دخلوا يناموا، اما انا فكنت بخلص شوية حاجات على اللاب وقعدت افكر شوية، بس برضه معرفتش اوصل لاي حاجة. دخلت اكمل نوم وصحيت على ميعاد الشغل. رحت على القسم ودخلت مكتبي. لقيت فرج داخل ورايا وبيقول ان ام شهاب عايزة تقابلني، وبتقول انها عندها معلومات مهمة عن القضية. قلت له دخلها، وبعد ثواني دخلت ست في الخمسينات من عمرها. شاورت لها انها تقعد وسألتها عن المعلومات المهمة اللي عايزة تقولها لي. بدأت تحكي وقالت: انا امبارح كنت قايمة ادخل الحمام علشان السكر، عديت على الأوضة اللي فيها ابني الصغير حازم. كان في حد من صحابه موجود معاه ساعتها، كان عارف اني نايمة فكان صوتهم عالي شوية. وقفت عند الباب وبدأت اسمعهم، وسمعت حازم بيقول: وبعدين هنعمل ايه في الجثث اللي اكتشفوها يا عم الجامد؟ انت عارف لو عرفوا ان احنا اللي وراها هيحصل فينا ايه؟ رد عليه صاحبه آدم وقال له: وهم هيعرفوا منين ان احنا اللي وراها ومفيش اي دليل علينا؟ سكت حازم وكمل آدم وقال له: ما تخافش، شوية وقت والقضية هتتقفل ضد مجهول. حضرتك متأكدة من اللي انت بتقوليه ده؟ يا ابني متأكدة، هو بعد اللي عمله ده ما بقاش يبني خلاص. ماشي حاجة، تمام، شكرا جدا ليكي. بدأت اتحرك فعلا واخدت معايا قوة واتجهت على بيت شهاب. وصلنا للعمارة، واول ما حازم فتح قلت للعساكر هاتوه، وهو كان عمال يقول انا مش فاهم حاجة انا عملت ايه. ركبنا العربية واتجهنا للقسم. دخلت المكتب وانا بقول لفرج يدخل حازم حالا. دخل حازم، كان شاب في اوائل العشرينات، كان واقف قدامي بثبات. رحت قعدت على المكتب وانا موجه عينيا ناحيته وقلت له: ساكت ليه؟ اتفضل انا سامعك، وطبعا انت عارف انت هتقول ايه كويس. فضل ساكت. بصيت له بغيظ وقلت له: تحب تقول مين اللي ساعدك ولا حبل المشنقة يتلف حوالين رقبتك لوحدك؟ بدأ حازم يتكلم بنفس الثبات وهو بيقول: كنت قاعد في يوم مع آدم صاحبي
والكلام أخدنا لحد ما جبنا سيرة الآثار. لقيت آدم ساعتها بصلي وقال لي تفتكر في تحت العمارة دي آثار؟ ساعتها اتريقت على كلامه لحد ما كمل كلامه وقال طب وليه لأ، العمارة دي من زمن الزمن، وأنا أعرف واحد من اللي بيعرفوا إذا كان البيت تحته آثار ولا لأ. تجاهلت كلامه، بس برغم إني ما صدقتش آدم ساعتها، بس فضلت طول الليل أفكر في كلامه، وكان كل ما أقابله يقولي نفس الكلام، لحد ما قررت إني أوافق على كلامه ونجرب، مش هخسر حاجة. لما قلت له تاني يوم كان بيكلمني وبيقول لي إن الراجل ده معاه. لحسن الحظ وقتها إن الوقت كان متأخر، حتى شهاب وماما كانوا مسافرين لخالتي علشان ساعتها كانت تعبان، وأنا فضلت في البيت عشان كان دراسة وقتها. أخدت من شهاب المفتاح علشان الراجل كان هيخش الشقة اللي في الدور الأرضي. دخلنا الشقة أنا وآدم ومعانا الراجل اللي كان اسمه زيدان. فضل يلف شوية وفي الأوض لحد ما خرج من الأوضة الزيادة وقال العمارة دي معبية ومعبية كتير. آدم ساعتها بان على وشه الفرحة، أما أنا فكنت ما بين إحساس بين الفرح والخوف في نفس الوقت. فرحت إن خلاص لقينا حاجة نأمن بيها مستقبلنا، أما الخوف من الحواديت اللي كنت بسمعها زمان عن لعنة الآثار وجن الرصد وغيره. إحساس الفرح كان هو اللي ليه الجزء الكبير مني طبعا. بصيت ساعتها لزيدان واتفقنا على كل حاجة، وخلينا اختصر إننا فعلا بعد ما حفرنا لقينا باب لمقبرة. وعلى كلام الراجل ده إن في رصد، كنت هقفل على الموضوع لأني عارف إيه اللي هيحصل، بس زيدان طمني وقال إنه مش هيحصل حاجة من اللي في دماغي. كان شهاب وماما رجعوا، كانوا مستغربين دايما من وجودي في شقته، بس ما كانوش مهتمين بالموضوع ده، لحد ما اللي كنت خايف منه حصل. علشان المقبرة تتفتح محتاجين دم بني آدم، اللي ما كنتش متوقعه إن آدم يوافق على اللي زيدان بيقوله. ساعتها اتخانقت معاه خناقة كبيرة وقلت له يخرج الموضوع ده من دماغه. فضلنا متخانقين لفترة لحد ما آدم اعتذر وقال إنه شال الموضوع فعلا من دماغه. الأيام عدت وأنا شلت الموضوع من دماغي، لحد ما لقيت آدم بيكلمني وبيقول لي إنه عايز يقابلني في شقة شهاب ونقعد نتكلم مع واحد من صحابنا كنا متعودين نقعد معاه في الشقة دي علشان نتكلم على راحتنا. رحنا على الشقة وقعدنا نتكلم ونضحك. كان في تمثال على السفرة. لقيت فجأة وبدون مقدمات آدم قام جاب التمثال ده وضربه في دماغ صاحبنا. الواد مات في ساعتها. بصيت له بصدمة، بس لقيته بيبصلي ببرود وبيقول بص يا حازم، كده انت هتسكت بالذوق بالعافية، هتسكت وإلا هطلع على الاسم واقول لهم ان انت اللي ضربته علشان تطلع الآثار اللي تحت البيت، وزيدان هيشهد معايا بكده. كنت مصدوم وانا بسمعه، بس ما كانش قدامي حل غير اني اسكت. لقيت آدم طلع تليفونه ورن على زيدان وقال له اننا مستنيينه في الشقة. بعد ساعتين لقيته بيخبط على الباب وعلى وشه ابتسامة واسعة، وأول ما دخل طلع سكينة من جيبه وقرب على الجثة وبدأ يفتح الكتاب اللي كان معاه. وأول ما فتحه عرفت إن هو كتاب من كتب السحر. عرفته بسبب الرموز والحروف الغريبة اللي كانت فيه. بدأ يكتب الحروف والرموز اللي في الكتاب على الجثة، وكل شوية يقف ويبص في الكتاب ويكمل كتابة. وبعد ما خلص الرموز بدأ يشق صدره لحد آخر بطنه بسكينة، وعمل إيده بالدم وبدأ يطبع على كل حيطان الأوضة. بدأت أسأله وشمعنى الأوضة دي تحديدا، لأنها ما كانش فيها عفش وما كانش فيها أي حاجة تقريبا، فكان سهل الحفر فيها. غير إن زيدان قال إن الأوضة دي هي اللي هنحفر تحتها. بس بعد كل ده المقبرة ما اتفتحتش، وقال زيدان إنه محتاج حد تاني. كنت لسه هرفض، بس آدم فكرني بكلامه ليا لما قال إنه هيبلغ عني، فسكت تاني. عدى كام اسبوع ولقيت آدم جايب ضحية جديدة، وكان صاحبنا برضه، بس انا كنت بكرهه. كان متكبر وبيعاملني على اني اقل منه، بس هو وآدم كانوا صحاب قوي. نفس المشهد اللي حصل قبل كده اتكرر تاني، بس المرة دي انا اللي نفذت. جه زيدان وعمل نفس اللي هو عمله قبل كده، وبرضه المقبرة ما فتحتش. فضلنا نعمل كده وانا خلاص كنت اتعودت، وكل همي بقى اني خلاص بس افتح المقبرة. بس تقريبا شكلنا سرحنا.
سرحنا لحد ما العدد وصل ل 18 شخص، 18 جثة. لما عرفت ان شهاب هيجيب صحابه قفلت الأوضة بالمفتاح وخليته معايا. بس على الساعة 3 الفجر لقيت شهاب دخل عليا الأوضة وسألني على مفتاح الأوضة بتاعته. قلت له انه ضاع مني، بس شهاب فضل يدور في الشقة لحد ما وصل ولقى المفتاح. حاولت امنعه واخده، بس هو كان غريب ومتوتر وقلقان وكان عايز ياخد المفتاح بأي طريقة. أخد شهاب المفتاح وغاب تحت كتير لحد ما طلع على 8 الصبح. لقيت شهاب ساعتها عارف موضوع الآثار والجثث، ما كانش قدامي غير إن أحكي ليه على كل حاجة. لقيته بيقول لي إني أنسى موضوع الآثار ده خالص، وإنه كده كده هيبيع الشقة وهيدهن الأوضة دي عشان محدش ياخد باله من أي حاجة، وبس كده. خلص حازم كلامه ورنيت الجرس. فرج دخل أخده ورجعه على الحجز. ده بعد طبعا ما خليته يقول لي مكان آدم وزيدان. اتحركت الأول على مكان آدم وقبضت عليه، بعدها رحت قبضت على زيدان. آدم وحازم وزيدان أخدوا إعدام زيهم زي كريم. أما شهاب وباقي صحابهم فأخدوا 20 سنة بتهمة التعاطي والتستر على جريمة، لكن علي الوحيد اللي حكمه لسه ما صدرش. غلطة. بداية كل الجرائم دي كانت غلطة، زي أي مشكلة تبدأ بغلطة صغيرة عشان تداريها تعمل غلطة أكبر، فغلطة أكبر فغلطة أكبر، فالمشكلة ما يبقاش ليها حل. اعتبرني بنصحك، لو بدأت غلطة صغيرة صلحها وهي صغيرة، ما تدريهاش بغلطة أكبر. ما كنتش أتخيل إني بس عشان أجيب شقة أجيب أكبر قضية اشتغلت فيها في تاريخي لحد دلوقتي. وبس، حكايتي خلصت. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حابب أشكر الكاتبة نورهان محمد على كتابتها للحلقة، وحابب أشكر إسماعيل هشام على إعداده للحلقة. كنت أنا معاكم أحمد عصام. ما تنسوش تتأكدوا إن أنتم مشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كمان ما تنسوش تسيبوا لي رأيكم إن كان بالإيجاب أو بالسلب في الكومنتات، لأن ده بيفرق معانا جدا في تطوير المحتوى. ولو القصة عجبتك ما تنساش تحط لي لايك، ولو عجبتك أكتر ما تنساش بقى تعمل لها شير لحد بتحبه كده يقدر يسمعها معاك. كمان ما تنساش تنضم للجروب بتاعنا على فيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. في الجروب هناك بناخد رأيكم في حاجات ومواعيد الحلقات والحاجات دي كلها. كمان لو في حد عنده قصة حقيقية حابب اننا نذاعها، القصة دي حصلت له او قصة من كتابته حابب اننا نذاعها، يقدر برضه يبعت لي على الاكونت الشخصي، برضه هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. كنت انا معاكم احمد عصام، ان شاء الله نتقابل في حلقات كتير جايه. تصبحوا على خير.